السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ معاكم احمد. النهاردة هنبدأ ان احنا نعمل unboxing ونشوف القلم اليوني اللي جاي من شركة ميتسوبيشي. هل يا ترى القلم ده بيختلف عن القلم الباركر ولا لا؟ انا مش عايز احرق لكم الموضوع، ولكن هو بيختلف، وان فعلا في حاجة غريبة في اليابان، عشان كده هم سموها كوكب اليابان، لان دايما منتجاتهم مختلفة، على الرغم اللي انا بقارنه بباركر، وباركر واحدة من أقدم وأعرق الشركات اللي بتعمل الأقلام عموما، يعني مش بس السنون، لأ، وكل أنواع الأقلام. فخلينا نعمل unboxing ونشوف ايه المزايا الخفية اللي موجودة في القلم اللي جاي من اليابان ده، اللي فكرته بطبيعة الحال بتختلف عن أي قلم تاني أنا شفته في حياتي. طيب الانبوكسنج بتاعنا، عندنا القلم بيجي باسم كورا توجا ادفانس، بيجي من شركة ميتسوبيشي طبعا اليابانية المتخصصة في البنسلز. طيب تعالوا ان احنا نفتح القلم كده مع بعض، يعني نبدأ ان احنا نشوف شكل القلم. طبعا مكتوب هنا كده يوني كورا توجا، ده اسمه 0.5 لأنه سنون 0.5، وهنا مكتوب كلمة أدفانس، ده الموديل بتاع القلم. زي ما انتم شايفين القلم شكله حاجة يعني بريميوم جدا جدا جدا، والقلم ده المميز فيه ان هو بيجي بحاجة انا ما شفتهاش في اي قلم قبل كده. وايه بقى؟ هما كاتبين عنه انه هنا بالياباني لما ترجمته ان القلم دايما بيكتب خط ثابت وجميل. طب ازاي خط ثابت وجميل من وجهة نظرهم؟ هنا القلم ده فيه موتور، وده أول مرة في حياتي أشوف قلم سنون يكون فيه موتور. الموتور ده شايفين الحتة البرتقاني اللي هنا دي، هي بتفضل تلف طول ما انت بتكتب. ليه؟ عشان يفضل ان هو السن يفضل شارب معاك، فالانجن ده متركب جوه بيخلي ان السن بتاع الرصاص يفضل يلف تلقائيا وانت بتكتب، وده بيخلي الخط ما يتخنش او يتشوه او يحصل له اي حاجة. لما ضغطت الضغطة الأولى طلع لي زي سن كده حديد، والسن الحديد ده هنتكلم عنه وبعد كده هفضل أضغط تاني كده بالشكل ده يطلع معايا القلم السنون. كمان ده مش قلم سنون بيجي بموتور كده عادي، لا، ده النسخة الأدفانس بتاعته بيقولوا إن الموتور بتاعه ده أسرع مرتين من الأقلام اللي هم عملوها قبل كده بمواتير. يعني بلغة الفيزياء كده بتاعتنا الانجلر فيلوسيتي بتاعت السن أسرع مرتين من الأقلام القديمة. يعني هم عملوا قبل كده أقلام بمواتير، ولكن ده كان بصراحة أول قلم أشوفه ليهم بموتور أصلا. أنا أول مرة أعرف إن في حاجة اسمها قلم بموتور. كمان عاملين نظام الحماية بتاع السن من الكسر، حتى لو ضغطت عليه وزاد شوية المفروض إنه ما يتكسرش، يعني المفروض إن هو يستحمل ما يتكسرش. يعني بحاول اضغط عليه اهو، لا هو فعلا يعني قوي. انا بحاول اضغط جامد، لا هم فعلا عاملين نظام حماية، وده اللي مكتوب. المكتوب هنا ان هو دبليو سبيد، اعتقد دبليو دي بيقصدوا بيها الانجلر سبيد يعني بتاعته. فانجن يعني الموتور بتاعه بيحرك السن بتاعي، بيفضل يلف دائريا بالشكل ده. فيعني بصراحة قلم شكله بريميوم، ومسكته يعني شكلها مريح قوي قوي. فخلينا احنا نشوف هنبدأ ازاي نجربه، وهقارنه بالقلم السنون الطبيعي بتاعي اللي انا بستخدمه من شركة باركر. وده طبعا قلمي الأساسي اللي من شركة باركر، لكن بعد وجود القلم ده فيعني خلى الواحد يبقى محتار شوية، وهو يعني بيختار مين القلم المفضل اللي هيبدأ يستخدمه. فقلم باركر ده أنا اتكلمت عنه في فيديو قبل كده، وطبعا هو قلم رائع جدا جدا جدا. ولكن خلينا في القلم بتاعنا اللي احنا نتكلم عنه، اللي هو اليوني اللي من شركة ميتسوبيشي. طيب تعالوا كده نجرب القلم ده مع بعض. طبعا اللي انا كاتبه فوق ده كان بالقلم الباركر. تعالوا نجرب كده نكتب مثلا الويف ايكويشن بالقلم بتاعنا الجديد. طيب اول حاجة انا لاحظتها وانا بكتب ان القلم انا حاسس ان هو
شارب وانا بكتب، يعني السن بتاعه شارب، وده اللي ما حسيتوش وانا بكتب بيه في القلم الباركر. طيب كويس، زي ما انتوا شايفين كده الخط بتاعه يعني اوضح وشكله افضل بكتير من القلم التاني اللي انا استخدمته وكتبت بيه. يعني حتى هنا بالعين انت ممكن تشوف الفرق. يعني مثلا نكتب معادلة من معادلات ماكسويل في الالكترومagnetic ثيوري، يعني انا ملاحظ ان في فرق في الخط. يعني بصوا هنا الخط عامل ازاي وهنا الخط بيبقى عامل ازاي. طبعا برضو اللي لاحظته وانا بكتب ان العلامة بتاعة الموتور اللي ظاهرة دي بتلف. يعني بص معايا كده، معايا مثلا، يعني لو جينا قلنا مثلا الفا يساوي 1، فهتلاحظ ايه ان في العلامة اللي هنا دي انا بشوفها ان هي بتلف لفة بسيطة، ولكن انا شايف ده بيحصل. طيب تعالوا مثلا نكتب حاجة كمان من ضمن الحاجات، مثلا ان سي مثلا الورك بيساوي التشينج في الكاينيتيك انرجي. يعني انا بكتب اي حاجة بحيث بس ان انا اجرب خط القلم، مش اكتر من كده. فيعني زي ما انت شايف انا بحاول اسرع ساعات، ابطأ عشان اشوف هل الخط فعلا هيفرق ولا الخط هيفضل دايما ثابت بالشكل ده. ويعني زي ما انا شايف كده انا حاسس ان الخط يعني ما بيرفعش نتيجة اللف بتاع القلم، ولكن انا يعني ابتدى سنة يرفع فانا لفيت برضو سنة بالقلم. فانا شايف ان هو من افضل الاقلام اللي انا اتعاملت بيها، وبصراحة قلم كويس جدا جدا جدا. يعني ده كانت تجربتي في القلم ده مع القلم الباركر. فبصراحة الموضوع هيبقى محير جدا في اختيار مين هيبقى فيهم القلم الأساسي، بس اللي أقدر أقوله إن هما الاتنين هيبقوا أحسن الأقلام اللي أنا استخدمتها في فئة الأقلام السنون البريميوم، لأن باركر برضو يعني وانت بتمسكه كده مسكته تقيلة، بتحس بالقلم إن هو تقيل في إيديك، وده بيحسسك بالإتقان في الكتابة. وبالمناسبة دي أنا حابب أشكر ندى لأنها هي اللي جابت لي القلم ده من اليابان أثناء وجودها هناك في سكول في اليابان. فبجد شكرا ندى على الهدية القيمة دي. وقولوا لي رأيكم، تحبوا الأقلام الفخمة زي الباركر ولا الأقلام العملية؟ وهتدعمني جدا لو عملت سبسكرايب للقناة ولايك لو الفيديو عجبك. وبس كده، شكرا ليكم. ما تنساش تقول لي رأيك، انت تفضل انهي تتعامل بيه، وايه نوع القلم السنون، ولا بتتعامل باي نوع قلم سنون وخلاص.